لكل أمهات الأطفال من عمر سنة ل5 سنين الفيديو ده ليكم. انتي مترجمة لغة طفلك. في أطفال ما شاء الله عليهم ربنا يحميهم مخارج الألفاظ عندهم من البداية بتكون واضحة، وبالتالي لما بيقولوا أي كلام حتى لو كان بسيط بيتفهم بسهولة. لكن على الناحية التانية في أطفال برضو حبايبي أمارات لما بيتكلموا ما بنكونش فاهمين بنسبة كبيرة هما بيقولوا إيه. وطبعا لما يفضل الطفل يقول كلام بيعبر بيه عن نفسه وإحنا مش فاهمينه بيتعصب ويعيط ويزن كتير. طب نتصرف ازاي؟ هقولك على شوية خطوات أنا لما بتبعها مع ابني يعني ربنا بيكرمني شوية وبفك الطلاسم. رقم 1، قبل أي حاجة وانت بتتكلمي مع طفلك لازم تتكلمي بالراحة. يعني مثلا في فرق ما بين ان انت تقولي له يلا عشان نتغدى الرز والفراخ والملوخية، وما بين ان انت تقولي له يلا علشان نتغدى الرز والفراخ والملوخية. رقم 2، لو في أي كلمة طفلك بيقولها وانت مش فاهماها لازم تشوفي المصادر اللي بيدخلوا منها المعلومات، اللي هي بمنتهى البساطة كلامك انت أو والده أو اخواته أو قرايبكو أو جيرانكو أو أي حد من الناس اللي حواليكو أو الفيديوز اللي بيتفرج عليها أو المدرسة أو الحضانة اللي بيروحها. يعني هتلعبي دور المحقق والمفتش شوية وتعرفي من المصادر اللي هو بيتعرض لها الكلمة وهتحطي ايدك عليها وهتجيبيها ان شاء الله. ولو حددتي المصدر يبقى انت حليتي اللغز بنسبة 90%. رقم 3، لو فهمتي الكلمة اللي بيقولها وتمام بالنسبة لك ان هو يقولها يعني مفيش مشكلة عادي. طيب لو الكلمة دي مش تمام ان هو يقولها نعمل ايه؟ في طريقتين في الموضوع ده وهقولك انا برجح انهي واحدة فيهم في الاخر. الطريقة الاولى وهي ان كل ما الطفل يكرر الكلمة او الجملة اللي انت مش عايزاه يقولها تقولي ان الكلمة دي غلط، وكل ما يقولها تاني هتفضلي تقولي ها انا قلت ايه. الطريقة دي انا مش بتبعها لانها في وجهة نظري بتولد عند زيادة والطفل بيكرر الكلمة او الجملة اكتر من الاول. الطريقة التانية، دايما لما بيدخل للطفل كلمة او سلوك غلط انا مش عايزاه ان هو يعمله او يقوله بنبه في الاول بالراحة ان ده غلط، وبعدين ابدا احل محلها بسلوك وكلام ايجابي بحيث ان تكرار الحلو اكتر هيغطي على الوحش وشويه بشويه هينسى الحاجه اللي احنا مش عايزينها. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس يا ترى بتعملوا ايه لما اولادكم بيقولوا كلام انتوا مش فاهمينه، وانا عارفه انكم ما تتوصوش، بس ما تنسوش الفولو واللايك والشير والحاجات اللي انتوا عارفينها.